بالذمة في حلاوة كده لما يكون في قمر بالمنظر ده، ويكون في كبد وقوانص يتعملوا بالشكل الخطير اللي احنا شايفينه دوت، يبقى فعلا مش هنصدق ان احنا عملنا اكل مطاعم في البيت. لازم تجربي الوصفة السهلة دي، ومكسلة ومش قادرة تقومي تعملي اكل، قومي اعملي اكل القمر دوت، وهيبقى احلى من اكل العربيات واكل الشارع. حاجة حلوة جدا، نظيفة وسهلة، وطعمها في حتة تانية، ولا ريحتها بقى هسيبها لكم لما تجربوها. بعتبرها من الاكلات المنجزة بالنسبة لي، اسهل اكله في التاريخ بجد. حاجه سهله جدا تطلعيها كده من التلاجة او تجيبيها من عند بتاع الفراخ وانت جايه. هو كيلو كبد على قوانص، وهنعمل بيه وليمه، هنعمل بيه غدا تحفه جدا. ولادك هيعشقوه، سندوتشات زي اللي هنشتريها من بره، واحلى كمان 100,000 مره، وارخص كتير طبعا زي ما احنا متعودين. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. اولا وحشتوني جدا عشان بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات، والنهارده انا مبسوطه جدا مع ان الفيديو سهل جدا وممكن اي حد يقدر يعمله، بس ما اقدرش ابعد عنكم خالص. عندي دلوقتي كيلو من الكبد والقوانص بتوع الفراخ، جبتهم غسلتهم كويس جدا ونضفتهم من جوه كويس. وبنمسك القلوب بتاعه الكبده زي ما احنا متعودين، لازم نفتحها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، ونغسلها كويس جدا، ونبص على الكبده والقوانص ننضفهم كويس جدا زي ما انتوا فاهمين طبعا. وبعد كده بشطفهم، وبعدين اجيب 3 ليمونات اعصرها عليهم كده واقلبهم في قلب بعض، واسيبهم حوالي نص ساعه او ربع ساعه، وبعد كده ارجع اشطفهم تاني وتبقى جاهزه معايا للاستخدام. على النار حطيت فيها شويه ملح وفلفل اسود وكم ورق كده من الورق اللورا. وبعد كده هنزل بقى اول ما الميه تغلي، هنزل عليهم بالكبد والقوانص دول. انا بحب اسلقهم الاول قبل ما استخدمهم، هديهم سلقه حلوه كده يا دوبك يستووا، وبعد كده هرجع لكم اقول لكم نعمل ايه. اكله زي العسل زيكم كده بالظبط. وبعد ما سلقنا بقى الكبد والقوانص القمر دول واستووا تماما زي ما انتوا شايفينهم كده بالمنظر دوت، هنجيب دلوقتي ايه، هنجيب طاسه نحط فيها معلقه كبيره من السمنه، ونبدا ان احنا نسيحها كده زي ما انا هوريكم كده بالظبط. ادي الطاسه، نحط فيها معلقه كبيره من السمنه، ونبدا كده بقى نسيب الكلام ده كده يسيح. واول ما هيسيح هنزل عليه بالكبده وابدا اشوحها عشان اوريكم الريحه والطعم. مش عارفه اوريكم الريحه ازاي، بس هتشوفوا الشكل عامل ازاي. الطعم بقى هسيبكم لما انتوا تجربوه. هنزل بقى عليها بالكبد والقوانص اللي احنا حمرناه. وطبعا خدي بالك علشان لما بنيجي نشوح الكبده بالذات هي والقوانص بتدي فرقعه شويه كده، وممكن تلسعك لا قدر الله، فانتي خدي بالك. طبعا واحنا بنحمر بقى الكبده بتاعتنا كده بالمنظر دوت، هنرش عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود كده، رشه الملح، رشه فلفل اسود. وبحب اضيف من عندي شويه كده من البابريكا، جربوها، بابريكا مدخنه هتبقى حلوه قوي. المعلقه اللي انا بشتغل بيها دي على فكره يا جماعه اصغر من المعلقه الصغيره اللي احنا بنستخدمها بتاعه السكر وبتاعه الشاي، انا عشان كده بحط منها 2، لكن انتوا هتضيفوا معلقه صغيره بس من كل حاجه، ملح فلفل اسود بابريكا مدخنه. وندي تقليبه بقى جامده كده. اصلا الحاجات اللي احنا حطيناها الفلفل الاسود والبابريكا والحاجات دي بتنزل كده على السمنه وتبدا تتشوح وتبداي تشم ريحتها كده، بتبقى خطيره. وبعد كده ما حمرنا الكبده بقى وبقت شكلها خطير زي ما انتوا شايفينه كده، بصوا شكلها عامل ازاي، متحمره كده وقمر ولونها تحفه، والبابريكا مخليه ريحتها بقى في حته تانية. هننزل عليها بقى بشويه من البصل المتقطع جوليان رفيع خالص زي ما انتوا هتشوفوه كده، بصوا شكله، بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين. انا عايزه الخضار ده يفضل مقرمش معايا ولا يتهري معايا خالص. هتشم الريحه بقى تحفه، احلى من الكبده الاسكندراني كتير بجد. بعد بقى ما البصل كده شوحناه بالشكل ده، هنزل عليهم بقرنين فلفل كده حراقين سبايسي، وده اختياري، ممكن تحطي فلفل اخضر عادي خالص رومي. انا هنزل بقرنين فلفل حامي اللي هو الفلفل الاحمر زي ما انتم شايفينه كده، ممكن تحطي فلفل اخضر عادي خالص، بس ده بقى بيفتح النفس وبيبقى في حته تانيه. علشان بقى نطعم الكبده والقوانص اللي احنا عاملينها ديت ونخليها زي اكل المطاعم بالظبط، هنضيف عليهم 3 حاجات. ايه هما بقى ال3 حاجات دول؟ هقول لك عليهم، مش هخبي عنكم حاجه خالص. اول حاجه كبد وقوانص يعني دبس الرمان، لازم ننزل بدبس الرمان. ما عندكيش دبس رمان، هتنزلي بليمونه كبيره وعليها شويه من العسل الاسود حوالي 2 معلقة. دبس الرمان بيديها مزازه حلوه جدا.
طعمها بيبقى حلو قوي. انا دقتها في مطعم كان حاطين كده عليها، وكمان كان على الوش بقى تحفه. بعد ما حطينا دبس الرمان هنزل عليها بشويه من الصويا صوص، ولو مش عندك مفيش اي مشكله ما تضيفيش. حوالي 3 معالق كبار. هخليها لك بقى طعم المطاعم. هنزل عليها بشويه من صوص الباربيكيو. دوقي بقى، دوقي وقولي لي ايه رايك. التركه دي حلوه جدا وجديده، وهتحول الطعم في حته تانية. بجد الريحه جباره. قلبي بقى الكلام ده كده وسيبيه بقى ياخد كده من طعم بعضه مع البصل. هيكرمل لنا اصلا البصل دلوقتي وهيخليه طعمه حلو قوي مع قرن الفلفل بقى السبايسي. الاكل ده مزاج يا جماعه. بصي اللون، بصي قمر، بصي عامل ازاي. حولنا الاكله لاكله مطاعم. بايدك تعملي كل حاجه في البيت، مش شويه كبد وقوانص هنسلقهم ونحط عليهم ملح وفلفل وناكلهم ويبقى خلاص خلصنا كده. لا، اعملي الحاجات اللي احنا بنعملها دي، هتخلي معاكي الاكل بجد كأن ولادك بياكلوا في مطعم. حبيبيهم في الاكل. اول ما الصوص ده يبدا ينشف معايا يبقى انا كده خلصت الاكله بتاعتي، وهوريها لكم اقدمها ازاي. بعد ما خلصنا الكبده واستوت والصوص بتاعنا نشف خالص بقى بالشكل دوت، بصوا شكلها عامل ازاي. خطيره يا جماعه، حاجه كده هتعجبكم جدا. ولا طعمها بقى في حته تانية. هنقدمها ازاي؟ عندك حاجتين، يا اما تعمليها في سندوتشات قوارب وتحطي بقى جواها شويه جرجير كده وتحطي جواها الكبده الخطيره دي، يا اما تقدميها في طبق زي ما انا مجهزه كده، طبق وحاطه عليه شويه من الجرجير، هنزل عليه بالكبده بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا شكلها خطيرة. هيبقى جاهز معانا أحلى وأطعم طبق بجد ممكن تدوقيه. طبق كبدة يا جماعة، شغل مطاعم يا قمر. بصي يستاهل. شكله عامل ازاي، خطير. لما نعمل طبق زي ده وليمة كده من كيلو كبدة أو من نص كيلو كبدة، المقدار اللي انت عايزاه، ويطلع معاكي بالشكل القمر ده، يبقى فعلا لازم يستاهل التجربة. شوية تريكات وشوية حاجات بسيطة كده حطيناها، حولنا الطبق ده لأكل مطاعم. سيبوا نعمل بقى ساندوتش كده ونشوف القمر ده هيبقى طعمه عامل ازاي. بالذمة في حلاوة كده لما يكون في قمر بالمنظر ده، ويكون في كبد وقوانص يتعملوا بالشكل الخطير اللي احنا شايفينه دوت، يبقى فعلا مش هنصدق ان احنا عملنا اكل مطاعم في البيت. لازم تجربي الوصفه السهله دي. بس لو مش قادره تقومي تعملي اكل، قومي اعملي الاكل القمر دوت، وهيبقى احلى من اكل العربيات واكل الشارع. حاجه حلوه جدا، نظيفه وسهله، وطعمها في حته تانية. ولا ريحتها بقى هسيبها لكم لما تجربوها. هيكون في كبده، يكون في العيش المركب. نحط شويه كده بقى من الكبده وشويه من الجرجير تحت الاول. الشغل الخطير ده يا جماعه يبقى لازم بجد لازم تجربوه. خطيره. ايه رايكم في الكلام الجميل ده؟ ايه رايكم في السندوتش القمر ده؟ احلى سندوتش كبده ممكن بجد تدوقوه. اعمليها في البيت وما تشتريهاش من بره. لازم تجربوا الجمال والحلاوه والقمر دوت، وهتعملي احلى اكل في البيت وولادك هيعشقوه من ايديكي. لما نعمل اكل بالمنظر ده يا جماعه يبقى لازم يستاهل التجربه. لو عجبكم الفيديو دوت دوسوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، واوعوا تنسوا تسيبوا كومنت حلو زيكم كده بالظبط. باي باي.